فيلم النهارده بيحكي عن اتنين طلاب بيتراهنوا مع بعض مين فيهم اللي يوقع المدرسة بتاعتهم في حبه، والرهان ده بيكون على 500 دولار. وبرغم ان فيهم واحد قدر يوقعها في حبه، لكن حصلت مفاجأة غريبة جدا. لازم تكمل الفيلم للآخر علشان تشوفها بنفسك. وبنبدأ الفيلم في المدرسة، وفي مدرسة تاريخ منظرها يخوف اي حد اصلا، وبيكون في اتنين طلاب مش مركزين معاها في اي كلمة بتقولها. فهي بتروح لهم وبتسألهم سؤال في الدرس اللي كانت بتشرحه دلوقتي، ومحدش فيهم بيكون عارف يجاوب عليه. فبتقول لهم ما تتعبوش نفسكم تاني وتيجوا المدرسة، علشان انتوا كده كده بتضيعوا وقتكم على الفاضي. وفي طالبة معاهم بتقول للمدرسة انهم بيجوا المدرسة علشان يعكسوا البنات. فالمدرسة بتحاول تحرق دمهم، بس محدش فيهم الاتنين عنده دم اصلا. وبعد المدرسة بيشوفوا المدرسة إلينا وهي رايحة حمام السباحة. فجاك بيقول لدانيال يلا نتراهن انا وانت على اللي يوقعها في حبه. فبيروحوا وراها حمام السباحة وبيفضلوا يراقبوها من بعيد، وبيكونوا مركزين معاها في كل حركة بتعملها. ولما بتنزل المية بينزلوا هما الاتنين علشان يشوفوها من تحت المية. وجاك ودانيال بيكونوا مراقبينها من بعيد، وهي بتغير هدومها بيكون جاك عايز يصورها، لكن دانيال بيمنعه وبيقول له دي حاجة تخصها لوحدها وما ينفعش نعمل كده. وتاني يوم بيكونوا عاملين الواجبات بتاعتهم علشان تتبسط منهم، لانها عارفة انهم افشل اتنين في الفصل. فهي بتتبسط بيهم وبتشجعهم يستمروا على كده. ودانيال بيقول لجاك احنا لازم نعمل الواجب بتاع إلينا على طول علشان ما تزعلش مننا ونقدر نقرب منها. فتاني يوم بيقولوا للطلبة كلهم ان إلينا تعبانة ومش جاية النهاردة. فطبيعي محدش بيصدقهم بسهولة، لكن لما اتأخرت شوية صدقوهم ومشوا. وشوية وبتيجي إلينا وبتلاحظ ان مفيش حد في الفصل غير جاك ودانيال. فبتقرر انها تديهم الحصة عادي، لكن الموضوع بالنسبة ليهم ما كانش عادي خالص. ولما هي بتلاحظ انهم مش مركزين في الدرس بتقول لهم طب مفيش داعي نعمل مجهود على الفاضي ونضيع الوقت. فبتاخدهم على سطح المدرسة وبتتكلم عن أي حاجة بعيد عن الدراسة. ودانيال بيحاول يعكسها وهو بيتكلم معاها وعمال يهزر ويضحكها. وجاك بيكون متضايق إن دانيال بيتعامل وهو واقف ملهوش لازمة. فهي بتقول لدانيال إن الطقم اللي هو لابسه شكله حلو. فالواد بيقول لها مش أحلى منك والله. فبتقول له فهمتك يا معلم، انتوا مش سالكين يلا انت وهو. بس بتقرر إنها تصاحبهم وتقرب منهم أكتر علشان تفهمهم. ودانيال بيقول لها أنا عايز أصورك كام صورة كده علشان أستخدمهم في النشاط المدرسي، وده لان شكلها حلو وتنفع في النشاط ده. فهي بتوافق على طلبه. وتاني يوم بياخدها علشان يصورها صور النشاط اللي قالها عليها من غير ما ياخد جاك معاه ولا يعرفه. بس جاك كان عارف ان دانيال مش سهل وكان مراقبهم. وما ننساش ان ده رهان بينهم هما الاتنين، فطبيعي ما ينفعش انه ياخده معاه ولا يعرفه اي حاجه. وفي البيت بيفضل يتفرج على الصور دي لحد ما امه بتدخل عليه وبتقول له ان مدرسه التاريخ بتشتكي منه وبتقول انه افشل طالب في الفصل. ودانيال بيسهر علشان يعمل الواجب بتاع حصه إلينا. وتاني يوم في المدرسة إلينا بتسأل الطلاب إذا كانوا عملوا الواجب ولا لأ. فجاك بيمشي وهو متضايق لأنه ما عملش الواجب، واللي بيكون مضايقه أكتر إنه سأل دانيال إذا كان عندهم واجب ولا لأ، ودانيال قال له لأ مفيش واجب، وبيطلب منه إن هو يوصله بالموتوسيكل. فدانيال بيقول له آسف يا صديقي عندي درس خصوصي ومش هعرف أخدمك الخدمة دي. ولما إلينا بتطلع من المدرسة دانيال بيقول لها ما تيجي أوصلك. بتقول له ما تنساش إنك طالب عندي يا دانيال وبلاش تشغل دماغك عليا. قال لها وأنا طالب أوصلك تعالي بس. فبتروح معاه وبياخدها وبيطلع بيها على البحيرة. وبنشوف ان كل هدومهم مرمية على الارض. ثواني بس، انت كل ده ما اشتركتش في القناة، والله عيب. اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان اسيب لك رقم إلينا في الكومنت بتاعك. وبنشوفهم هم مقضيينها سوا. وبيقول لها بعتلك رسالة امبارح على انستا وما ردتيش عليا. قالت له ما انا خدت بالي بس ما ينفعش ارد عليك. بس الواد ما سكتش ولا ارتاح غير لما قرب منها وعمل اللي عمله. وتاني يوم بتعرف الطلاب ان عندهم رحلة في الغابة، وعيلة دانيال بيوصلوه للباص علشان يروح الرحلة دي. وبنلاحظ ان دانيال عينه زيغة طالع لابوه. ولما بيوصلوا دانيال بيروح للكوخ بتاع إلينا ومع بوكيه ورد. واول ما بيخبط بتفتح له مدرسة التاريخ. الواد اتفجع منها ورمى الورد على الارض وقال لها افتكرت ان ده كوخ بتاع الطلاب. وبالليل وهم كلهم بيحتفلوا سوا وبيلعبوا، دانيال بيسحب نفسه وبيروح الكوخ لإلينا. فبيفضل مستني لحد ما مدرسة التاريخ تطلع تتخمد علشان يدخل هو لإلينا. فبيخبط عليها وبتقول له ايه اللي جابك هنا دلوقتي. بيقول لها كنت عايز اكمل معاكي الموضوع بتاع البحيرة ده. بتقول له ما ينفعش نتكلم هنا علشان مدرسة التاريخ. قال لها في كوخ بعيد شوية عن هنا تعالي نروح هناك. وفعلا بيروحوا هناك وجاك بيكون مراقبهم وبيستغل فرصة انهم بيكملوا الموضوع فبيصورهم فيديو. وبنلاحظ ان النظرات زادت ما بين الاتنين. ولما رجعوا بقى يستنى جوزها يروح الشغل ويدخل يتكلم معاها في نفس الموضوع. ولما رجعوا الترم التاني من الدراسة واحد صاحبه بيقول له يا ابن الجنية عرفت توقعها ازاي دي. فدانيال ما بيكونش فاهم قصده لحد ما دخل المدرسة ولقى صوره مع إلينا مع كل الطلاب وكل
كلهم عمالين يتريقوا عليه، فبيتعصب وبيبدأ يقطع كل الصور من على الحيطة. وبعدها بيشوف إلينا وهي في الأوضة مع المدير، وبيطلب منها تقدم استقالتها بدل ما يحولها للتحقيق. دانيال بيتخانق مع جاك لأن هو اللي عمل كده علشان هو الوحيد اللي يعرف باللي بينهم، وبيروح عند بيت إلينا علشان يمنعها قبل ما تسيب المدينة وتروح مدينة تانية، وبيعرفها إن مش هو اللي عمل كده، بس هي ما بتكونش مهتمة لكلامه وبتمشي. فبيروح عند البحيرة وبيبدأ يرجع بالذكريات الزبالة بتاعته مع إلينا، فبيركب الموتوسيكل بتاعه علشان ينتحر، وجاك بيكون مراقبه ولاحظ إن هو عايز ينتحر. وعلى آخر لحظة جاك بيمنع دانيال من الانتحار، فدانيال بيقول له أنت صدقت يا ابن العبيطة إني هنتحر؟ أنا كسبت الرهان وعايز منك 500 دولار يا معلم. فجاك قال له الموضوع ده يخلص بغدواية حلوة يا صاحبي، وكفاية عليك اللي أنت عملته مع إلينا. ويلا بقى اشترك في القناة علشان أنت لحد دلوقتي مكسل تتك على الاشتراك وتعمل لايك للفيديو. وبس كده يا عم، أنا محمود عادل من قناتي على يوتيوب، والسلام.